بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، وعلى آلك المنتجبين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. ما خاب من تمسك بكم، أمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا آل ياسين ومن حبهم منهج ذاك السنن الأقوم، فأنتم حجة رب الورى على فصيح النطق أو أعجمي. شيعتكم تذكركم بالصلاة عليكم أمرا من المنعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لحظات استجابة الدعاء، ليالي سيدي ومولاي باب الحوائج جعفر بن محمد الصادق بحرمته عند ربه ألا يفرق جمعنا وإياكم إلا بذنب مغفور وعيب مستور وحوائج مقضية للدنيا وللآخرة، وأن يعجل لوليه الفرج والعافية والنصر ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. في حياة الإنسان ملكات تسهم في بناء شخصيته، يعني ذوي التخصص يقولون الصفات التي تساهم في بناء شخصية الإنسان. واحدة من عندهن يقول الوراثة، وواحدة من عندهن البيئة، الجو اللي يعيش فيه، وواحدة من عندهن الصاحب أو الصديق أو الخليط. هذا يساهم ببناء شخصيته. هسه الوراثة تؤثر حتى في الملكات الظاهرية للإنسان، يعني إذا جدك أو أبو جدك أو أبو جدك سابع ظهر عاشر ظهر أسمر، أنت تطلع أسمر، ممكن تأخذ منه شيء. أبيض أنت تطلع طويل، أنت طويل، قصير أنت قصير، وهكذا. هذا في المجال العلمي الوراثة. اثنين، البيئة المناخ اللي يعيش به الإنسان هم يأثر عليه.
3 الصحبة مني خالط، صاحب أخا ثقة تحظى بصحبته، الطبع مكتسبا من كل مصحوب، كالريح آخذة مما تمر به نتنا من النتن أو طيبا من الطيب. خليط. مرة نشوف واحد أجلكم الله جبان ويصادق له واحد عنده شجاعة، لو الشجاع ياخذ شوية من جبن هذا، لو الجبان ياخذ شوية من شجاعة هذا. مثلا واحد تشوفه كريم جواد سخي، وواحد بخيل شحيح، إذا تخالطوا لو الكريم شوية يعدي هذا ياخذ منه. ليش؟ يقولون علماء التربية في مجال آخر الطباع سرابة يسرق بعضها من بعض. هذه صفات سموها فطرية. اكو صفات جبلية فطرية أكثر الله زرعها سبحانه وتعالى عند الإنسان. أنا اختصرت لك بحث علمي بهذه الدقيقتين لغرض الفائدة وحتى تفيدك المقدمة أكثر والشروع في البحث. اكو صفات عند الإنسان فطرية، يعني بفطرة الإنسان يأكل. مثلا قلت ليش تأكل؟ يقول لك أنا أتقي الجوع حرصا على النفس. هاي هنا يسموها هسه بالمصطلح الحديث المتطور يسموها مصلحة الأمن القومي مثلا للبلاد. الأمن القومي للبلد اللي من عنده الناس، رصيد الدولة الشباب أو الناس، مثلا المياه الهواء، هذا يقول لك الأمن القومي، مستلزمات العيش الضرورية، الغذاء، أمن قومي. الأمن القومي للإنسان هي فطرته. كل واحد من عندنا عنده جهاز الأمن القومي، هذا هيك خوش في قضيتنا، جهاز الأمن القومي. الأمن القومي إلك فطرتك. الآن في الشتاء تلبس ملابس ثخينة أو غليظة، تقول ليش؟ قول أتقي البرد، أخاف، أمن قومي، أخاف أتمرض. بالصيف لا، تصير ملابسك خفيفة، قول ليش؟ أتقي الحر، ما أقدر أتعرق ويضربني هواء هم أتمرض. هذا الأمن القومي. الآية الكريمة هاي هسه المقدمة واضحة إن شاء الله عندكم الآن. الآية الكريمة أشارت إلى نقاط فطرية من نقاط الأمن القومي، حفظوها هاي النقاط الفطرية أو الصفات الفطرية. من الصفات الفطرية عند الإنسان مثلا يحب أن يعوض، غريزة العلماء يسموها غريزة حب العوض. بالخير الإنسان يحب أن يعوض، بالشر هم ينتظر أن يعوض. من أبسط تصرفات ابن آدم وأقلهم عمرا إلى أكبر واحد بينه. اليوم ابنك لو قلت بابا مثلا جيب لي فد قلاص مي، جاب قلاص المي الولد وإجاك، من ينطيك ابنك قلاص المي ايش ينتظر من عندك؟ ينتظر أقل تقدير منك تقول له شكرا بابا. يريدك تعوضه لأن خدمك، قدم لك خدمة، يريد العوض. نفس المعادلة قلبها، جاب لك قلاص المي عثر بالأرض انكسر قلاص المي، يظل يباوع عليك، ينتظر منك ولو كلمة ليش. هاي أصغر تصرف ضربت لك عليه مثال، إلى أكبر تصرف وأكبر عمر عند ابن آدم. في الخير ينتظر العوض، في الشر ينتظر العوض. مذنب يبوق ينتظر اللحظة يطب بها سجن. ترى حتى المجرم عنده في غريزته أنه يقول لك أنا راح أعوض. ولهذا شلون احنا عندنا مثل بالدارجة العراقية يسموه بايع ومخلص، مو يقول لك أنا بايع ومخلص، أنا مخلص بعد، فينتظر جزاؤه. مجرم أجلكم الله، قاتل أجلكم الله، حرامي سارق أجلكم الله، والصفات إلى آخرها. الصفات الرذائل اللي يسويها ينتظر الجزاء. بالجانب الآخر الفضائل، أعلى الفضائل وأفضل الفضائل وأولى الفضائل هم أهل الفضائل محمد وآل محمد. الآن بفضل الله سبحانه وتعالى وبركة الإمام جعفر بن محمد الصادق ما شاء الله جمع هذا كلكم حاضرين، بيكم شيبة الله يحفظهم إن شاء الله ويطيل أعمارهم ويرزقنا وإياهم حسن العاقبة، وبيكم ناس مرضى أسأل الله أن يشافي مرضاكم، وبيكم شباب يجوز باكر عنده عمل، وبيكم كسبة،
وبيكم واحد عنده شغل وبيكم واحد عنده كذا كذا، وانتم قاعدين قسم عندكم قاعدين من العصر. لو يجي صلاح او غير صلاح وسألك قال شنو انت عندك قاعد هنا من العصر، شو تسوي؟ انت اجوبتك مو جواب واحد، عندك هالقد اجوبه. اول اجوبتك تنتظر العوض من آل البيت، صح ولا غلط؟ انت جاي بلاش؟ لا، تريد جزاء. جزاء منين؟ جزاؤك ان تتقرب الى الله بآل البيت، يعني انت ما قاعد خالي، يعني هذا تعبك مو بلاش. انت قاعد مجلس الحسين كقبة الحسين، وباب الله هو الحسين. جعفر بن محمد الصادق باب من أبواب الله. أنا اجيت أكثر السواد، أستفيد معلومة، وأدري لي إن شاء الله الله يرزقني عبر، الله يرزقنا وإياكم العبر على آل البيت سلام الله عليهم، وأتقرب بها إلى الله. بالدنيا أنتظر بركة جلوسي في مجلس الحسين، وفي الآخرة أنتظر الشفاعة من الحسين وآل الحسين. إذن أنت ما قاعد بلاش، هي هاي السجية أو غريزة حب العوض. إخواني، في عمل الخير أيضا الإنسان ينتظر حب العوض. آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى، والحديث عن الإمام الصادق، وإحنا نسولف في ليالي الإمام الصادق إن شاء الله، نتشعب بالحديث أكثر بعد، عندنا ليلتين بهذا المجلس. الله يحفظ القائمين عليه ويحفظكم يا رب، ويجعله حرز إن شاء الله للناصرية وأهلها وللعراق وأهلها اللي شاهد بالموضوع. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يعلمنا هذا المضمون. يقول الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق يعمر البشر بآدم وصاه. الله تعالى وصى نبيه آدم، قال له يا آدم سأجمع لك الكلام. شوي ركزوا إخواني، سأجمع لك الكلام، كل الكلام في أربعة، فواحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك وواحدة بينك وبين الناس. أربعة. حلو، كل الكلام بأربعة. زين، شنو ذن الكلمات؟ الإمام الصادق صلوات الله عليه يجاوب يقول قال الله تعالى قال لآدم عليه السلام وعلى نبينا، قال له إما الكلمة التي لي فاعبدني ولا تشرك بي شيئا. هاي اللي إلي. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ابن آدم عنده زلاته يا رب، عنده أخطاء، عنده تقصير، كلنا مقصرون عند الله تعالى. إنك تدعوني فأولي عنك في دعاء الافتتاح، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك. أنا مو خوش عبد، ولكن أنت نعم الرب. وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك. فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك، فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الكريم ما يدقق على التفاصيل الصغيرة. إذا شغلتك يم ابن جواد تقول خالصة، فكيف إذا شغلتك يم أكرم الأكرمين الله سبحانه وتعالى قاضية. فالله سبحانه وتعالى يغفر يسمح يرحم إلا الشرك. يا بني لا تشرك، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم. أحسنت، قرن الشرك بالظلم بالطغيان، بس الشرك. يقول له الكلمة التي لي اعبدني ولا تشرك بي شيئا، هاي وحدة. وإما الكلمة التي لك فأنا شاهد، فأنا أجازيك بعملك أحوج ما تكون. هي هاي النقطة اللي احنا ندور عليها، اللي هي غريزة اللي قلنا لكم قبل شوية، غريزة حب شنو؟ أحسنت، العوض، حب العوض. عاشت لك، حلو كنتوا تركزون ويانا. غريزة حب العوض. وإما الكلمة التي لك أنا أجازيك بعملك أحوج ما تكون. هاي شنو؟ أجازيك بعملك أحوج ما تكون. من جاء بالحسنة فله شنو؟
أحسنت، فله 10. اليوم أنت افترض تصادفك واحد فقير، ها، وهذه الصدقة تدفع البلاء، منسأة في العمر، منسأة في الأجل، طيلة في العمر، بها عوض إلهي دنيوي وعوض أخروي. الله سبحانه وتعالى يوصينا بالتراحم فيما بيننا كي يرحمنا جميعا. الله سبحانه وتعالى من جملة أواصر المحبة والتراحم اللي ألح على أمة محمد أن تكون الأمة المرحومة، واحدة من المساعدة الفقير، إقراؤه بأقل تقدير الصدقة، حتى لو مو فلوس، إفشاء السلام عليه هم كافي، حتى لو بس أسلم عليه، حتى لو بس أسحب من عند آلام الدنيا مثلا، وإن بكلمة لطيفة، لو محتاج وما عندي أنا أساعد، أقول الله يرزقك، الله ينطيك إن شاء الله، الله يجابرك، الله يهيئ لك. ودعاء المؤمن لأخيه المؤمن عبادة على العموم. هسه أنا اليوم اعطيت، أنا اللي شاهد في غريزة حب العوض، مثلا اللي جاك فقير اليوم نعطيته 10,000 خلينا نقول، أو نعطيته 1000 حتى يصير المثل أبسط وأقرب، اعطيته 1000 دينار. حسب مقتضى القاعدة من جاء بالحسنة فله شقد قنه. أحسنت، هذا دستور إلهي، فله 10. واللي بشر النبي صلى الله عليه وآله المفروض على هاي القاعدة من أنطي ال1000 كون الله شقد ينطيني. زين شو خلص اليوم 10,000 ما جتني، غير الحسنة بها 10، هو عجبات شيرو هم ما جتي، هو بعد عقبه هم ماكو، شو مر شهر وال10 ماكو. معقولة نبينا قال لنا غلط؟ حاشا. معقولة الله سبحانه وتعالى شرع غلط؟ هم حاشا، استغفر الله. زين هاي ليش ال10 شو وقت تجيني؟ شو مرت سنة وماكو؟ أنا براسي هذا ال1000 اللي اعطيته للفقير يريد مكانه 10,000، شو لسه ما اجى؟ يتساءل واحد. فسنتين هم ما اجى، اوه معاذ الله، معقولة؟ هنا وإما الكلمة التي لك أنا أجازيك بعملك أحوج ما تكون. الله تعالى له في خلقه شؤون، يباوع لك اليوم حج فلان، سيد فلان، شيخ فلان، من أنطى هذا ال1000 اليوم الله رازقه يقدر يجيب غيره ويعيش به نفسه ويكون به عائلته ويمشي أموره. الله تعالى ينظر لك بعد 10 سنين، يمكن الله من سبحانه وتعالى يمتحنك، خصوصا إذا الله رازقك ببلد مثل بلدنا ماكو، هاي اكو أمراض صارت تجيركم بالله مثل ملح الطعام، ضغط، سكر، جلطة، ذبحة، رجليك، مفاصلك، راسك، ظهرك، آلام، طرقاق ماكو، سكر، المكسرات هاي ماكو، أجي نستجير بالله وياكم. وقع بنادم بذاك اليوم اللي ما يقدر يدبر ال1000، الله سبحانه وتعالى من فائض رحمته، من واسع رحمته، من حبه لعباده يدز لك واحد يعطيك 10,000 بدون ما تدري. يعني معناها في ميزان العدل الإلهي، في قاموس العدل الإلهي، العوض ما يروح نهائيا موجود. غريزة حب العوض. يقول له يا آدم، والحديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه، أنا أجازيك بعملك أحوج ما تكون، وإما الكلمة التي بيني وبينك عليك الدعاء وعلي الإجابة. ادعوني أستجب لكم، بس بشروط الدعاء، بضوابط الدعاء. واحدة من ضوابط الدعاء، أنا عندي بحث مفصل في قضية الدعاء بهذا شهر رمضان اللي فات، يمكن 3 ليالي، اللي يتابع منكم من البصرة 3 ليالي أو 4 على ما أتخطر، ضوابط استجابة الدعاء وموانع استجابة الدعاء. كانت ليلة من عندنا أتصور كانت ليلة جمعة، هم ربطنا الحديث اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، في دعاء كميل التي تحبس الدعاء، تنزل البلاء، تزيل النعم، تنزل النقم، وإلى آخره. موانع استجابة الدعاء وضوابط استجابة الدعاء، اللي هي طهارة المأكل وطهارة الملبس وطهارة المكان، وحدة من عندهن 3، الرابعة نقاء السريرة، كون قلبك صافي، كون ذهنك ما مشرد من توقف تطلب من الله، كون ذهنك ما مشرد، كون تطلب لأمر فيه لله رضا. مو أنت شايف أكو بعض ناس يروح يلزم لشباك معصوم مفترض الطاعة، قد أدرج اسمه على عرش الرحمن وقال له إلهي أريدك تطيح حظ فلان، وشنو تجي تقدم دعوة بمركز شرطة؟ أنت واقف قدام الحسين عمي، أنت واقف قدام علي بن أبي طالب، ذولا أوتاد الله في الأرض،
زين أنت جاي تطلب من جاي يدمر عبد، وما أحب الله تعالى شيء من مخلوقاته أكثر مما أحب عباده. الله سبحانه وتعالى يحبنا أكثر حتى من أمهاتنا. ما ورد في الرواية عن موسى النبي على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، يوم اللي الله تعالى أمر وقال له اذهب إلى طور سيناء ولا تتحدث بما ترى ولا تتدخل بما تراه، وراح ولقى له شاب طويل القامة ومفتول العضلات، ولقى له مرة عجوز ملقاة على وجهها، وهو جايب هاي المرة العجوز من رجلها ويسحب بها على الأرض على الأرض على الأرض حتى بدا محياها قطعة من احمرار وأخذت دماؤها تشخب، ووصلت تحتضر المرة تريد تموت بس شفايفها يتحركن. وموسى عليه السلام مأمور، الله سبحانه وتعالى قال له لا تتدخل. الله تعالى نقل ذبذبات صوت المرأة إلى أذن موسى، سمع المرأة تقول إلهي. طبعا هو بس سأل سؤال، قال هذا الشاب منو؟ هاي المرأة شنو ذنبها؟ قالوا هذا الشاب ملعون عاق، جاي يعاقب أمه. نسأل الله يرضي عنا آبائنا وأمهاتنا، هذا جاي يعاقب أمه. بكى موسى من شدة ألمها، من وجعها، من الدم اللي صار بجسمها، وقامت تتمتم بكلمات سمعها موسى تقول له ربي هاي أشواك الأرض نبتت في صدري وفي يدي وفي رجلي وفي وجهي، أقسم عليك بعزتك وجلالك ما أريد أن شوكة وحدة تنبت بكف رجل ابن هذا العاق. فبكى موسى من شدة حبها لولدها. الله سبحانه وتعالى أوحى إليه قال كليمي يا موسى أبكتك رأفة أمتي بولدها؟ تبكيت لأن هاي الأم حنت على ابنها؟ قال بلى يا رب. قال وعزتي وجلالي أنا أرأف بعبادي من هذه الأم على ولدها. أنا أحبكم، الله سبحانه وتعالى يقول لنا أحبكم يا موسى حببني في عبادي. في مكان آخر هم لموسى عليه السلام يقول له إن لي وعبادي شأن أخلقهم ويعبد غيري وأرزقهم ويشكر غيري. أنا أودي له رزق وعيني عليه، ألا يطغى ألا يكفر، رزق أعطيه على مستوى قدرته هو، على مستوى طاقته، ويروح يقول خلف الله على سيد فلان الطاني وشيخ فلان وخلف الله على حج فلان. هو مو ذولا، الله الواسطة، الله اللي دز هذا واسطة. وأخلقهم ويعبد غيري، أنا أخلقه ألقي لي مجموعة حاطين لهم بقرة ويسجدون لها، وجاء مجموعة تاني الشمس يمتى تطلع ويعبدها، ومجموعة تاني القمر يمتى يطلع ويعبده، ومجموعة حاطين لهم طينات ويسجدون لهم. الله سبحانه وتعالى يحب مع هذا كل هذن العلات الموجودة، بس الله يحب عباده، حتى العاصي حتى الضال ما عدا الطاغي المؤذي للإنسانية، المؤذي للبشرية لا، هذا بحث آخر. أما باقي البشر على ذنوبهم على مساوئهم يحبهم. الله تعالى يحبنا، وهذه من أفضال الله تعالى علينا، هذا الرب الكريم. فعلى العموم يقول له عليك الدعاء وعلي الإجابة، كلمة بيني وبينك. موسى عليه السلام آدم عليه السلام يسمع من الله تعالى، والحديث قلنا ينقل الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول الكلمة التي بيني وبينك عليك الدعاء وعلي الإجابة، وإما الكلمة التي بينك وبين الناس، أي الكلمة الرابعة حب للناس ما تحبه لنفسك واكره لهم ما تكرهه لها. شو تحب بنفسك؟ تحب الله يرزقك، قول اللهم ارزق كل فقير. هاي دعاء عالي المضامين من تدعو. اخواني انت تحصل اكثر مما تدعو للمؤمنين، سموها دعوة كريمة. الدعوة اذا صار بها كرم. فاليوم الامام الصادق سلام الله عليه جاي يطوف بالبيت الحرام، ولقى له شاب متعلق باستار الكعبة، واحد شاب وامه بصفه، ويزهق ويشيل ايده ويصيح اللهم ارحمنا انا وامي ولا ترحم احد غيرنا. الامام قال تعال، اولا هذا دعائك مو مستجاب، هذا دعائك دعاء بخيل شحيح، والله تعالى كريم يحب الكريم. اثنين، انت وامك حصرتوا بس انتوا تريدوا رحمه الله بس لكم، ليش؟ هذا من باب الحرص على الدنيا، ما اعرف، طمع على الدنيا، حسد على الآخرين العياذ بالله.
جشع نفسك، مرض هذا مرض نفسي. شنو أنا وأمي ولا ترحم أحد غيرنا؟ ليش؟ يا رجل أما علمت أنك قد ضيقت واسعا؟ الإمام الصادق يقول له تدري أنت ضيقت شيء واسع؟ قال كيف يا ابن رسول الله؟ قال رحمة الله التي أفاضها على البر والفاجر وعلى المؤمن والكافر، أنت جاي تحتكرها بس إلك ولأمك تحطها بهالإطار الضيق. ليش؟ هذا ما يجوز، هذا دعائك ما واصل. فأكو ناس عندها يصير حالة العياذ بالله من المرض على الآخرين. مرض هذا مرض نفسي. إذا شاف واحد الله رزقه فد بيت صار تنور من الحقد عليه. إذا شاف واحد ركب له سيارة وكأنما قاتل أبوه. إذا واحد لبس له هدمة زينة تقول ما أعرف، يقول وداله قوامه. أكو هيك بشر العياذ بالله مرض. والحال بهالسجية اللي عنده يكون مأزور وليس مأجور، مأثوم. إما بالطرف المقابل تلقي أكو نمط من النفوس الكبيرة، من أشوف أخوي بخير إلهي يزيدها عليه، الله ينطيك أكثر منه. صاحبك، جارك، ابن عمك، أرحامك، خليطك، خليصك، أخوك، صاحبك صارت عنده سيارة، الله حلوة سويته، الله يرزقه إن شاء الله يا رب، الله إن شاء الله يركبه أحسن منها. تفتر الدنيا الله يركبك أنت أحسن منها. صاحبك الله رزقه علم، ترى الرزق مو بس فلوس، مو بس أمور مادية، لا، العلم رزق، والجاه رزق، والسمعة رزق، وخدمة الحسين رزق. شايف أنت أكو بعض ناس إذا توفقت حتى في هذا المجال العبادي، على هالمجال العبادي توفق في خدمة الإمام الحسين، جمع الناس الأخيار مثل وجوهكم وسوى لهم استكاير الشاي وكلمات لله فيها رضا، وجاب له فد خطيب، فد قاري، فد خادم وكذا، وقعد. تدري أكو حتى هاي الشريحة اللي هي علاقتها بالله وأهل البيت ما خلصت، قعدت الدواوين الباطلة وقال لك والله يا الفلوس تخسروها على المجالس، روحوا سووا بها رحلات. مو سامعين هيك قالات مال والله روحوا داووا بها المرضى، والله روحوا وزعوا بها على الفقراء. وانت منو قال لك خدام الحسين ما معالجين المرضى؟ منو قال لك خدام الإمام الحسين ما موكلين فقراء؟ هاي السفرة اللي سواها أكرم الخلق عند الله. ذاك اليوم وجي إذاعة أوروبية صار عندنا اتصال وياهم، واحد من الأخوة السادة في النجف الأشرف قال له اعطيني، طبيعي رجل دكتور هندي، والكلام كان دار المحور الحديث عن الإمام الحسين. فسأل هذا السيد صاحبي الله يذكره بالخير من النجف، قال له كم عمر إمامكم الحسين؟ قال له الإمام الحسين عمره إلى بداية بس ما إلى نهاية، لأن الإنسان لا يقاس عمره بعدد دقائق حياته أو ساعاته أو أيامه، بل تقاس حياته بعطائه. والحسين عطاء لم ولا ينضب، عطاء ما منتهي. إلى ولادة اعتبارية بتاريخ ولادته يوم 3 من شهر شعبان في السنة الثالثة من الهجرة كذا، بس هذا تاريخ واحد. لكن التبطين من بعد هذا اليوم أكو إلى نهاية للحسين؟ لا، اجى ولد هناك ولادة اعتبارية، لكن من بعدها سنة 61 للهجرة يوم عاشوراء انولد ولادة حقيقية، وهي ولادة العطاء. وهذا العطاء 1400 سنة ولليوم ما خلص عطاء الحسين. يا ما مرضى تداووا باسم الحسين، ويا ما فقراء الله غناهم باسم الحسين، ويا ما ناس جوعانة وشبعت بالحسين، ويا ما مشاكل نحقن الدماء باسم الحسين. بركة الحسين عمت كل أرجاء الكرة الأرضية، وأنا متأكد هسه ذا قوم أصغر واحد بالمجلس حافظ له فد 10-20 بركة براسه من اللي أنا وأنت ما نعرف. فكيف بكبارنا الشيبة كبار السن؟
يعلم الله تلقى كل واحد حافظ له فد 200 300 حالة مشاهدها في حياته. فعمر الحسين عمره عطاء، وعطاء الحسين لا ينفذ، وعطاء الحسين لا ينضب، كان وما زال وإلى يوم القيامة. إخواني، تنجحون أسركم ثقفوهم بالحسين. تريد توفق ابنك يتوفق، كلكم تحبون أبنائكم، تجون توفقون، خليهم يتشلبون بالحسين. ابني الشاب اللي بالمجلس، مع احترامي لإخواني وآبائي اللي حاضرين، تريد خير الدنيا عليك بالحسين، تريد شرف ورفعة شأن عليك بالحسين، تريد رضوان الله دنيا وآخرة خير الدارين عليك بالحسين. شلبوا بسفينة الحسين، كلها تروح وكلها يأكل عليها الدهر ويشرب. سألنا إذا أراد الله إن حديثنا إلى بقية، نبقانا الله وأبقاكم، بعد عندنا ليلتين وياكم، هم عندنا سوالف بهالميدان إن شاء الله. تريد توفيق عليك بالحسين. عروش أكل عليها الدهر وشرب، يا ما ناس حكمت، ويا ما ناس عمرت، ويا ما قصور شيدت، ويا ما ملوك سطت على الأرض ومن عليها، وبعدين وين راحت؟ أكلت عليها الدهر وشرب. وش قد عروش خوت، بس عرش الحسين ما خوى. ايش قد ملوك انهدوا، بس مملكة الحسين بقت. ايش قد أصوات نشاز عبثت وصاحت من يوم عاشوراء، من أول صوت نشاز بعد معركة الطف لما صاح احرقوا بيوت الظالمين، لحد أصوات التي أرادت أن تهدم قبر الحسين، لكن يأبى الله إلا أن يتم نوره. هذا إن دل فإنما يدل على أن الحسين لله، وطريق الحسين هو طريق الله. تمسكوا بالحسين أخواني، تعلقوا بالحسين، لأن الحسين حبيب الله، الحسين حبيب الله. احنا هم بلياك أبو علي ما عندنا شيء، ما نملك من الدنيا شيء، وبعد ما تيه سفينة عبرتي، ولا أريد أصبح لو أن بروفيسور وتنشفع لحسين دمعة عبرتي. أنا ما شايف وجود بلا حسين، هيك عين القلب توحن نظرتي، وأنا ما أعيش بوطن ما بي حسين، خاف برد الترف يطفي جمرتي. والثقافات اللي سطف كربلاء تبوك تاريخي، وشموخ ولايتي، وادري لو انسى مصيبة كربلاء تندفن وتموت بي غيرتي. غيرتنا منك ابا عبد الله. اللهم زدنا تعلق بالحسين، زدنا ألقا بالحسين، حبا بالحسين، شغفا بالحسين، دمعة على الحسين. سلام عليك أبا عبد الله عن بعد في هذه الليلة، حل ذكرك والإمام الصادق يستأنس بذكرك، وهذه ليالي ولدك الإمام الصادق وكنا أصحاب حاجات. خلنا نتوجه بهذه العبرات لسيد الشهداء، أحيوا أمرنا. ويقول الإمام الصادق سلام الله عليه. إحنا نحكي عن الإمام الصادق الآن، حضرتني روايات الإمام الصادق كان يثقف على الحب الحسين وتعلقنا بالحسين بقد ما يثقف على عبادة الله، بقد ما يثقف الناس على وحدانية الله يثقفهم على التعلق بالحسين. تدري يوم من الأيام الإمام الصادق جاي يصلي الصلاة النافلة، وصلاة معصوم، تحصل لك ركعة من معصوم تسوى الدنيا، هو ركعة من عالم، دعاء من عالم مرجع، الله يحفظ مراجعنا الموجودين يرحم الماضين منهم، دعاء من عالم من مرجع، هو ثقل ايش قد انه بمعصوم. فواحد قاعد بديوان طومي شرب الماء وقال السلام عليك يا ابا عبد الله. الامام الصادق خلص صلاه التفت له قال اعد علي ما قلت عند شربك الماء. قال له سيدي قلت السلام عليك يا ابا عبد الله. قال له اتستبدل ثواب ما ذكرت بصلاتي؟ الله. تسمعون اخواني عن الحسين ايش قد كبير عند الله. هذا الامام المعصوم جاي يترجم لنا اياه واحنا ما نعرف قدره شيء. واحد ثاني سأل عنه الإمام الصادق قال له من زمان ماكو. قال له سيدي هذا العام الله رزقني حججت لبيت الله الحرام. قال له كم مرة صار أنت تحج؟ قال سيدي حججت 19 مرة. خوش
قال الإمام الصادق إن مكنك الله في قابل، يعني بالعام الجاي، إن مكنك الله في قابل أتمها 20. أنت مو حجيت 19 سويهن 20. قال له ليش يا ابن رسول الله؟ قال حتى تكون كمن زار جدي الحسين. شنو هالمساحة، شنو هالعظمة اللي جاية يرسمها الإمام الحسين؟ ما أدري ليش هاي العظمة جتي من بلاش. قدم وجاد وسخى وأعطى. سلام عليك أبا عبد الله وعلى قرابينك، سلام عليك وعلى أضاحيك، سلام عليك وعلى أختك، على شريكتك. إيه أسمع خوش عبرة بالمجلس كأنما احنا بكربلاء الليلة. والله خوش مجلس، مبروك، هنيالكم. كل اللي يبكي على الحسين اهدي إلى أمواتك ثواب دمعة واذكرني بدعاء. هنيئا لكم، هنيئا لكم. خوش عبرة هي الناصرية أم دمعة ومعبرة، بالعافية عليكم. أنا لا أنسى يوم نادى المنادي اركبوهن على النياق ومروا بهن على أجساد القتلى. أريد أسولف لكم سالفة. إذا عندنا شايب عمره 70-80 سنة، لكم طولة العمر وحسن العاقبة وإحنا من عرضكم، ومات، عندنا عادة بالعراق يقول روحه تحوم على بيته، يمرروا على بيته شايفين بناته وجناينه ومرته ذا عدله وكذا أخت إله شون يشق اندشاديشين ونثرن شعرهن في حالة جزع، حتى ما تقدر انت تستنكر عليهن شيء. من تجي تقول له ابوي ليش هالشكل سويتي؟ تقول لك هذا ابوي، هذا عزيز عندي. زين ايش بيه هو؟ يقولون مغسليه ومكفنيه ومحنطيه ومصلين عليه وماخذيه بكرامه، يزوروه ويدفنوه. وهالشكل صايبهن الجزع. شا اقول انا مرخصة الساده بالمجلس، الله يساعد، الله يساعد زينب شلون مرت على خيها، لا مغسل ولا مشفن ولا محنط ولا واحد مصلي عليه. النوب ما هي تمر عليه. يصيح ابن سعد عليه لعائن الله ركبوهن على النياق ومروا بهن على أجساد القتلى. تسمع أنين المولى زين العابدين يقولها عم زينب، عم زينب ارحمي حالي وضعف بدني، إن مررت بإخوتك لا ترمي بنفسك من على ظهر الناقة، إذا رميت بنفسك من الذي يركبك وأنا عليل مقيد. صاحت ابن أمي حسين هذا متني قد اسود من الضرب، وهذه نياق السبايا تجاذبنا بالمسير، ولو خيروني بين البقاء عندك أو الرحيل عنك لاستهونت البقاء حتى وإن أكلت الوحوش لحمي يا ابن أمي. يا بصاحت يا عيوني ودعتك الله يا عيوني، خويا يردون عنكم ياخذوني زجر وخولة يباروني، ندبت اخوتي وما جاوبوني، يا للحمية ما تجوني، يا للحمية يا ما تجوني، من يد العاد تخلصوني. واويلا واويلا حر قلبي لها شلون مرت عين على الحسين وعين على العباس. يا خويا انا المطلع من باب خدري واعثر بالهوى خوف على ستري، يا ابن امي بناتك دهن فكري، هاي من السلب لاذت
بكتري وذيك بثوبها النيران تسري، ذيك بثوبها النيران تسري، يا ريت القطع نحرق قطع نحرق. بعد أبيات الدعاء دي. عندما خرجت إلى الكوفة أدخلوها وويلا، وأخذ الناس يتفرجون عليها، نظرت إلى رأس الحسين مناديا، يا خويا مرينا بدروب العشيرة، مرينا بدروب الشثيرة وديرة قامت تبشر بديرة اخت عباس جابوها. اعتذر منكم ابناء رسول الله، اعتذر منكم شيعة علي. مرينا بدروب كثيرة وديرة قامت تبشر بديرة اخت عباس جابها يسير. الله، خوش عبره الناصرية عندها محرم، خوش عبره. اريد اختم نعي ما تخلوني. يا بليش الناس تتفرج علينا وعطايا الخلق كلها من ايدينا، عطايا الخلق كلها من ايدينا، ما خاب ظن اللي يعتنينا، يظل كل سنة يروح ويجينا، وساف الدهر هالخان بينا، وساف الدهر هالخان بينا، ولينا نجتل واحنا نسبين. انعم جوابا يا حسين أما ترى، شمر الخنا بالسوط ألم أضلعي. يا الله